السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شوكولاتات؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. هنعمل النهاردة فريك حلو جدا وسريع وسهل و... ويا رب يعجبكم. أول حاجة خدنا السمنة، حطينا فيها فصين مستكة وقلبناهم كويس لحد ما ساحوا. بعدين بننزل بالبصل، دول حوالي بصلايتين وسط. بنملح البصل معلقة صغيرة ملح، وبنقلب لحد ما البصلة تبقى يعني ايه شفافة كده، مش عايزينها تاخد لون لان لسه هتتشوح كتير. بعد كده بننزل بكبد بقى او نص حتة جزرة، معرفش جت منين بس مش مهم. آه هننزل بالكبد والقوانص. ممكن لو انت عندك كمية، انا دي كانت كبدة وقنصة فرخية يعني. لو انت عندك كمية اكتر شوية بتحطي القنص الاول وبعد كده الكبد وبتشوحيها كويس قوي قوي. ده الفريك ده صعيدي، احنا بناخدوه بتغسليه كويس قوي قوي قوي. يعني انا قعدت حوالي بتاع نص ساعه بغسله على الحوض، لانه مش بيبقى نظيف. والاول بيتنقى كويس وبعد كده بيتغسل كويس لحد ما يبقى نظيف. بعدين بنحط عليه حوالي كوب شويه ميه سخنه، بنسيبه حوالي ساعتين. المية السخنة بتخليه يستوي أسرع. بنقعد بقى نقلب ونشوح في كل الخلطة اللطيفة الجميلة دي. طبعا بعد ما الكبدة والقنصة دخلت في السوا، بنشوح في الفريك كويس قوي لحد ما يبقى يعني نسمع صوته كده وناخد ريحته كده يعني. بنزود بعد كده ملح وفلفل اسود. مش بحط توابل كتيرة على الفريك لان الصراحة بحب طعمه قوي من غير توابل، بحب طعمه هو كفريك. دي طماطمية صغيرة قوي قطعناها مكعبات وحطيناها، ممكن تستغني عنها لو حابة، وممكن تسيبيها بتدي طعم تسكيرة كده لطيف. بعد كده بنزود مية سخنة او شوربة، دي شوربة بس. بنزود المية لحد فين؟ لحد يا دوبك ما تغطي الفريك عشان يطلع معانا مفلفل وقمر كده زي ما احنا شايفين. بن... بنقلب تقليبة واحدة وبنغطي عليه كويس وبنسيبه. وبالهنا والشفا. تقدري تسويه في الطاجن في الفرن، وتقدري تسويه عادي في صينية عادي زي ما انا سويت او في حلة. وألف هنا وشفا عليكم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم.